بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في قناة حمدي الدمرداش للتنمية. موعدنا اليوم مع سلسلة فصل الكلام في تفسير الأحلام وتفسير رؤيا الخفاش في المنام وعلاقته بالسحر. هل سبق ورأيت الخفاش في منامك؟ هل تساءلت عن معنى هذه الرؤيا وتأثيرها في حياتك؟ إن رؤية الخفاش في المنام هي واحدة من تلك الرؤى الغامضة التي قد تثير الكثير من الأسئلة وتثير فضولنا. فماذا يعني رؤية الخفاش في المنام؟ وما تفسيرها؟ وهل لها معنى محدد أم أنها مجرد رؤيا عابرة؟ دعونا نستكشف سويا تفسير رؤية الخفاش في المنام ومعانيها وفقا لتفاسير ومصادر معتمدة في عالم تفسير الأحلام بعد الفاصل إن شاء الله. نقول وبالله التوفيق، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو ألا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل شير للفيديو والإعجاب وتعليق مناسب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. رؤية أنثى الخفاش في منام الرجل تشير إلى وجود سيدة تقوم بتدبير الأسحار والأعمال له. رؤية الرجل الخفاش الأسود يهاجمه في منامه بشرى بطول عمر الرائي. رؤية الرجل الخفاش في منامه يشير إلى وجود رجل منافق في حياته يريد تدميره. رؤية الرجل الخفاش في منامه يشير إلى سماع الأخبار المفرحة وقدوم المناسبات السعيدة إلى حياته قريبا ما لم يؤذيه هذا الخفاش. رؤية التاجر الخفاش يعضه في منامه ويسبب له جرح كبير تشير إلى تعرضه للخسارة الشديدة في تجارته، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الرجل أنه يشتري خفاش أو يبيعه في منامه بشرى بالحظ الجيد والانتصار على الأعداء. رؤية الشاب الطالب الخفاش في منامه رؤية محمودة استشير إلى تفوقه في دراسته ونجاحه الباهر. رؤية الرجل أنه يأكل لحم الخفاش في منامه يشير أنه يكسب مال حرام. أما تفسير رؤية المتزوجة للخفاش في منامها، فرؤية المتزوجة خفاش في منامها يشير إلى قرب حملها بإذن الله تعالى. رؤية المتزوجة خفافيش ملونة في منامها بشرى بتحقيق أحلامها وحصول زوجها على وظيفة متميزة تدر عليهم دخلا جيدا. رؤية المتزوجة الخفاش الأسود في منامها يشير إلى حدوث مصيبة كبيرة والعياذ بالله تتسبب في تعاستها وعدم شعورها بالرضا. رؤية المتزوجة خفاشا يهاجمها في منامها يشير إلى كثرة المشاكل العائلية وظهور فضيحة تلاحقها أعاذنا الله وإياكم من الفضائح. رؤية المتزوجة الخفاش ينظر إليها في منامها تشير إلى أن هذه السيدة تعمل في السحر والشعوذة من أجل إيذاء الآخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. عليها التوبة والاستغفار. رؤية المتزوجة الخفاش الأسود في منامها يشير إلى تغير حالها من الثراء والترف إلى الضنك والمعيشة الضيقة
والغرق في الديون أعاذنا الله وإياكم. رؤية المتزوجة الخفاش في بيتها في المنام يشير إلى وجود خلافات ومشاكل عائلية، وربما تؤدي هذه المشاكل إلى الانفصال. أما تفسير رؤيا الحامل للخفاش في منامها، فرؤية الحامل الخفاش في منامها يبشرها بولادة صبي في المستقبل القريب، وسبحان من يعلم ما في الأرحام. رؤية الحامل الخفاش في منامها يشير إلى قرب موعد ولادتها. رؤية الحامل الخفاش يطير في منامها بشرى بأخبار سعيدة تحمل لها الكثير من الفرح والراحة. رؤية الحامل خفاش أسود في منامها يشير إلى متاعب في الحمل والولادة نتيجة حسد وحقد من بعض من حولها. رؤية الحامل خفاش ميت في منامها يشير إلى متاعب وآلام طوال فترة الحمل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما تفسير رؤيا العزباء للخفاش في منامها، فرؤية العزباء خفاش يطير أو يحوم حولها في المنام يشير إلى طول عمرها وتمتعها بالصحة والعافية إن شاء الله. رؤية العزباء الخفاش في منامها رسالة تحذيرية لابتعادها عن الدين وعدم التزامها بتعاليم الشريعة. رؤية العزباء أن الخفاش يطاردها في منامها يشير إلى وجود شاب خبيث شديد الدهاء يريد تشويه سمعتها، فعليها الحذر حتى لا تقع في المتاعب والعياذ بالله. رؤية العزباء الخفاش مع شعورها بالسعادة في منامها يشير إلى زواجها من زوج مناسب يسعدها في حياتها الزوجية إن شاء الله. أما تفسير رؤيا المطلقة للخفاش في منامها، فرؤية المطلقة الخفاش في منامها يشير إلى وجود رجل خبيث يحاول استغلالها ونهب ممتلكاتها، مما يؤدي إلى حزنها الدائم والعياذ بالله. رؤية المطلقة الخفاش يهاجمها في منامها يشير إلى وجود صديقات سوء في حياتها يرغبن في إيذائها. رؤية المطلقة الخفاش يهاجمها في المنام يشير إلى رجل ماكر يلاحقها ويرغب في غوايتها والإيقاع بها، والله أعلم. رؤية العزباء أنها تسمع صوت الخفاش في منامها يشير إلى أن اسمها يذكر في مجالس الغيبة والنميمة، مما يؤدي إلى حزنها والبعد عن الناس. رؤية المطلقة أنها تبيع الخفاش في منامها بشرى بتحقيق ما كانت تتمناه، وأن الحظ سيطرق بابها مرة ثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين. إذا عجبك الفيديو فلا تحرمنا من صالح دعائك والاشتراك في القناة وعمل شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.